انك تكسب حزام العالم ده اهم حاجه تحصل لاي مصارع وتتويج لمسيرته وجهده واللحظه اللي اي مصارع بيحلم بيها. بس زي ما في مصارعين الموضوع ده بياخد منهم سنين طويله لحد ما يوصلوا ويكسبوا الحزام، في مصارعين على العكس تماما ممكن يكسبوا الحزام في وقت قصير من ساعه الديبيو بتاعهم في الشركه. في مصارعين كسبت الحزام في اقل من سنه من الديبيو بتاعهم في الشركه. وانا النهارده جاي اكلمك على المصارعين دول، مين العشر مصارعين اللي كسبوا حزام العالم او حزام الدبليو دبليو اي في اقل عدد ايام من ظهورهم في الدبليو دبليو اي. سيب لايكك وسبسكرايبك الرايق ويلا بينا نبدا برقم 10 البرتو ديل ريو ب 359 يوم. الدبليو دبليو اي بقالها سنين بتدور على النجم اللاتيني اللي هيبقى خليفه ريميستيريو حتى في وجود ري نفسه، واللي كان المفروض يبقى خليفته هو البرتو ديل ريو اللي كان طالع بشخصيه جامده وموهبه في الحلبه والمذيع الشخصي بتاعه، وخد دفعه قويه من اول ظهور ليه في الشركه. كسب ريميستيريو على طول في اول ماتش ليه في مين ايفنت سماك داون يوم 20 اغسطس 2010. والدفعه تكمل بانه في سنه واحده يكسب الرويال رامبل 2011 والماني ان ذا بانك. الماني ان ذا بانك اللي استعملها على بانك بعد مين ايفنت سمر سلام، المين ايفنت اللي كان فيه كل حاجه، سي ام بانك وجون سينا، تريبل اتش حكم، تدخل من كيفن ناش، وبعدها الكاش ان من دريو اللي يبقى كسب الحزام بعد 359 يوم من الديبيو بتاعه. ويمكن تاريخه بعد كده في الشركه عليه جدل كبير بالذات مشاكله بره الحلبه، بس البدايه بتاعته كانت نار ما تقدرش تنكر. وعامه الفتره دي والفتره التانية بتاعته بالحزام ليهم فيديو بالتفصيل ارجع شوفه عشان جامد. ونروح لرقم 9 كيرت انجل ب 343 يوم. لو في مصارع كان عنده سنه اولى مثاليه في المصارعه فهو كيرت انجل، لان النجم اللي كسب ميداليه ذهبيه في الاولمبياد اول سنه ليه في الشركه كانت اول سنه ليه في مصارعه المحترفين عامه، وهو عمل الديبيو بتاعه في عرض سيرفايفر سيريس يوم 14 نوفمبر سنه 99. You see Kurt Angle signaling to everybody how smart he is? Look at that! Angle with a modified slam, a fall away. Oh, beautiful! وكيرت انجل قعد شهرين بدون هزيمه لحد ما تاز اللي عمل الديبيو بتاعه في عرض الرويال رامبل 2000 عمل له اول هزيمه. بس دي كانت وقعه بسيطه لان هو كمل في السنه العظيمه بتاعته وكسب الحزام الاوروبي وحزام القارات ورا بعض، ودخل راس المنيا 16 بالحزامين. وانجل كمان كسب دوره الكينج اوف ذا رينج 2000 عشان يحط نفسه في المين ايفنت، وبعدها يكسب حزام الدبليو دبليو اي في عرض نو ميرسي 2000 من ذا روك. وعرض نو ميرسي كان يوم 22 اكتوبر 2000. فكده كيرت انجل كسب الحزام بعد 343 يوم من الديبيو بتاعه، وقعد بالحزام 126 يوم عشان يخسروا ذا روك في عرض نو واي اوت 2001. عشان ذا روك يواجه اوستن في مانيا 17 اللي هتلاقي الماتش ده في الجزء الثاني من عداوه ذا روك وستون كولد ستيف اوستن. شوفوا الجزئين عشان اجمل منهم. ونروح لرقم 8 البيك شو ب 273 يوم. البيك شو او ذا جاينت بقى في دبليو سي دبليو كسب حزام العالم هناك مرتين. اول واحده فيهم كانت في اول ماتش ليه في الشركه ضد هالك هوجن في هالوين هافج 1995، بس رحلته للفوز بحزام الدبليو دبليو اي ما كانتش بنفس السرعه لانه عمل الديبيو بتاعه في عرض In Your House Saint Valentine's Day Massacre يوم 14 فبراير 99 لما ظهر من تحت الحلبة واتدخل في ماتش مستر ماكمان ضد ستون كولد وهاجم ستون كولد وتسبب فوز ستون كولد بالماتش بالغلط. وبعدها الاندرتيكر خده تحت جناحه وكسبوا حزمة التاج تيم سوا. وبعدها في نفس السنة في عرض سيرفايفر سيريس يوم 14 نوفمبر 99 بيك شو يخش في ماتش على الحزام ضد تريبل اتش وذا روك بدل ستون كولد اللي اتهاجم في نفس العرض. وفي مفاجأة كبيرة جدا البيك شو يكسب حزام العالم بعد 273 يوم من الديبيو بتاعه. وفترته ما كانتش كويسة لان هو دخل في عداوة مع البيج بوس مان اللي سرق التابوت اللي فيه ابو البيك شو. وفترته قعدت 50 يوم وخسر الحزام لتريبل اتش في النهاية في عرض الرو يوم 3 يناير 2000. ونروح لرقم 7 كين ب 266 يوم. كين عمل ديبيو عظيم جدا لما كلف اخوه في السيناريو طبعا الاندرتيكر فرصة ان هو يبقى المتحدي الاول على حزام الدبليو دبليو اي في عرض In Your House باد بلاد يوم 5 اكتوبر 1997 في ماتش الهيل ان ذا سيل بين تيكر وشون مايكلز.
وطبعا الاتنين دخلوا في عداوة. كل ده موجود في فيديو الاندرتيكر سنة 97، ارجع بص عليه. اما بقى في سنة 98 تيكر كسب كين في ميني 14. بس كين كسب تيكر في ماتش نمبر 1 كونتندر في رو في يونيو. وكين يواجه ستون كولد في ماتش فيرست بلاد في عرض كينج اوف ذا رينج 98 يوم 28 يونيو على الحزام. ولو كين خسر هيولع في نفسه، بس كين يكسب الماتش. بس يخسر الحزام بعدها ب 24 ساعة في عرض الرو لستون كولد تاني. وكده يبقى كسب الحزام بعد الديبيو بتاعه ب 266 يوم. وكين مش هيكسب حزام العالم تاني بعدها غير مرتين. مرة حزام ECW في 2008 لو عايز تحسبه، ومرة تانية حزام الورلد هيفي ويت في 2010. ونروح لرقم 6 AJ ستايلز ب 231 يوم. نخش على أحدث واحد معانا هنا في القايمة وهو AJ ستايلز. ستايلز هو كده كان اسم كبير ومصارع ممتاز قبل ما يروح WWE، وكسب حزام العالم في TNA وفي النيو جابان. وانا عارف ان هو لعب كام دارك ماتش زمان في WWE، بس البداية الحقيقية والديبيو الحقيقي بتاعه في الشركة كان في يوم 24 يناير 2016 في عرض الرويال رامبل. وعمل سنة أولى ممتازة في الشركة، عداوات مع جيريكو ورومان رينز، وطبعا عداوته الأسطورية مع جون سينا. وبعد 231 يوم من الديبيو بتاعه AJ ستايلز كسب دين أمبروز في باكلاش 2016 يوم 11 سبتمبر. عشان يكسب الحزام ويكمل مجموعة الأحزمة بتاعته ويبقى في قمة الشركة ويقدم متعة بالحزام ويبقى شايل عرض سماك داون، ويخسر الحزام لجون سينا في رويال رامبل 2017 عشان جون سينا يتوج بحزام العالم ال16 الأسطوري ويعاد رقم ريك فلير. ونروح لرقم 5 جولدبرج ب 174 يوم. جولدبرج هو واحد من أنجح المصارعين اللي عملتهم WCW، وكسب حزام العالم هناك مرتين. بس بعد نهاية WCW جولدبرج كان من المصارعين اللي ما راحوش WWE على طول، بس عمل ديبيو جامد في عرض الرو يوم 31 مارس 2003 وده شمل ذا روك. بس بالرغم من الديبيو الجامد ده، عامة فترته الأولانية في WWE ما كانتش أحسن حاجة وعداواته ما كانتش أقوى حاجة. بس مع ذلك في عرض أنفورجيفن 2003 يوم 21 سبتمبر جولدبرج كسب تريبل اتش على حزام العالم للوزن التقيل عشان يبقى كسب حزام العالم بعد 174 يوم بس من الديبيو بتاعه. بس خسر الحزام بعدها ب3 شهور تاني لتريبل اتش في عرض أرماجيدون. وبعدها يخش في العداوة السيئة اللي مع بروك ليزنر واللي عملنا لها فيديو ارجع شوف. ونروح لرقم 4 يوكوزونا ب 173 يوم. يوكوزونا اللي جزء من عائلة الأنوائي اللي ملهاش آخر في المصارعة، واللي كان طالع بشخصية مصارع سومو ياباني، عمل الديبيو بتاعه في عرض سوبر ستارز يوم 31 أكتوبر سنة 1992 وخد دفعة قوية من بدايته في الشركة. كسب الرويال رامبل 93 بعد الديبيو بتاعه ب3 شهور. وده كان حدث تاريخي لأنه هو أول مصارع يكسب الرويال رامبل ويحصل على فرصة على حزام WWE في المانيا، ويكسب بريت هارت في مانيا 9 يوم 4 ابريل 1993. بس ما لحقش يحافظ على حزامه لان هالك هوجن دخل على طول وكسب الحزام بعد دقائق من فوز يوكوزونا بالحزام. ونروح لرقم 3 شيمس ب 166 يوم. انك تدي دفعه بسرعه للمصارع ان هو يكسب حزام العالم دي مخاطره. هي يمكن نجحت مع مصارعين زي تيكر وكيرت انجل، بس مش بالضروره تنجح طول الوقت زي ما شفنا مع البيك شو. ونفس الكلام ده ينطبق على شيمس اللي عمل الديبيو بتاعه في عرض ECW يوم 30 يونيو 2009. ما كانش لسه المصارع التقيل اللي هو عليه دلوقتي، كان لسه في اول مسيرته وما كانش عنده خبره كبيره قوي، ومحدش كان يتخيل ان هو يكسب الحزام في اول 6 شهور ليه في الشركه، لان كان عندك راندي اورتن وجون سينا بيتواجهوا على الحزام طول الوقت. بس شيمس كسب نمبر 1 كونتندر باتل رويال عشان يواجه جون سينا على الحزام، وبالفعل يواجه جون سينا في عرض TLC 2009 يوم 13 ديسمبر في ماتش ترابيزات، ويحقق المفاجاه الكبيره ويكسب الحزام بعد 166 يوم من الديبيو بتاعه، ويبقى اول مصارع ايرلندي يكسب الحزام.
Gotcha with a WWE title on the line. I don't know if John has the strength to superplex. بقول لك على مفاجأة، لو حسبت الوقت من ساعة ما عمل الديبيو بتاعه في عرض الرو، لأن حزام WWE كان في عرض الرو لحد ما كسب الحزام، هيطلع معاك إن هو كسب الحزام في 48 يوم بس، لأن هو عمل الديبيو بتاعه في عرض الرو يوم 26 أكتوبر 2009، وهي عامة فترته ما كانتش كويسة، وخسر الحزام بعدها ب 70 يوم في ماتش الإليمينيشن تشامبر 2010 لجون سينا. ونروح لرقم 2 بروك ليزنر ب 126 يوم. النكست بيج ثينج الوحش بروك ليزنر بدايته مع الدبليو دبليو اي كانت مرعبه. هو عمل الديبيو بتاعه يوم 18 مارس 2002 في الرول اللي بعد المنيا، نط الحاجز ودمر ال سنو وميفن وسبايك دادلي اللي كانوا في ماتش على حزام الهارد كور. وبعدها دمر الهاردي بويز في عداوه سريعه، وكسب دوره الكينج اوف ذا رينج 2002، وده اللي خلاه يحصل على فرصه على حزام الدبليو دبليو اي ضد البطل ذا روك في سمر اسلام 2002. وبالفعل في العرض يوم 25 أغسطس 2002 بروك ليزنر يتوج بالحزام، ويبقى أصغر بطل عالم في تاريخ الشركة في وقتها، ويبقى كسب الحزام بعد 126 يوم من الديبيو بتاعه. ومش كده وبس، لأ، بعدها بشهرين يثبت أقدامه في المين إيفنت لما يكسب الأندرتيكر في الهيل إن ذا سيل في عرض نو ميرسي 2002. وحتى لو خسر الحزام للبيك شو في عرض سرفايفر سيريس 2002، فهو برضه في نفس أول سنة ليه دي في المين روستر كسب الرويال رامبل 2003، وكسب حزام الدبليو دبليو اي تاني في مانيا 19. وليزنر يبقى واحد من أكبر الأسماء في الشركة لحد دلوقتي حتى بالرغم من فترات غيابه. ونروح لرقم 1 ريك فلير ب 113 يوم. ريك فلير هو واحد من أكبر الأسماء في تاريخ الصناعة، وكسب حزمة عالم بالزوفة قبل ما يعمل الديبيو بتاعه في الدبليو دبليو اي يوم 23 سبتمبر 1991 في برنامج برايم تايم ريسلينج، وكان عامل الديبيو بتاعه بحزام العالم بتاع WCW وهو لسه البطل، وعلى طول كان في ترقب للي هيعمله في الشركة والعداوات اللي هيخش فيها، وكله كان مستني عداوته مع هالك هوجن اللي ريك فلير خسر الحزام بتدخله في ماتشه ضد الاندرتيكر في سرفايفر سيريس 1991. اللي كانت في فيديو بداية الاندرتيكر ارجع بص عليه هو كمان. الحزام اللي فلير مش هياخد وقت كتير عشان يكسبه، لان في رويال رامبل 92 يوم 19 يناير فلير هيكسب الحزام اللي كان من غير بطل بسبب اللي حصل في سرفايفر سيريس في ماتش الرويال رامبل. الماتش اللي فلير قدم فيه أداء عظيم وقعد فيه فوق ال60 دقيقة، وده معناه إن فلير كسب الحزام بعد 113 يوم من الديبيو بتاعه الأسرع في تاريخ الشركة. فترته اللي هتقعد 77 يوم قبل ما يخسر الحزام لراندي سافيج في مانيا 8. كده ريك فلير هو أسرع مصارع يكسب حزام العالم في تاريخ الدبليو دبليو من ساعة الديبيو بتاعه، وبس دول أسرع 10 مصارعين فوزا بحزام العالم في تاريخ الدبليو دبليو. قول لي كنت تعرف كم واحد في القائمة دي ومين ما كنتش تعرف، وما تنساش لو عجبك الكلام ادي لايك ودي سبسكرايب وسيب رأيك إذا ترى المحتوى ورأيك في الفيديو، والسلام عليكم.